عندي سؤال، شنو فرق بين كلمة آب داغه وآب گرمه؟ السلام عليكم، عساكم بخير إن شاء الله. كلمة داغ يعني كلش حار، بحيث اللي أنا ما أقدر أشرب شيء اللي داغه وما أقدر يعني استخدمه. مثلا إحنا نقول آب داغه يعني ماي كلش حار، بحيث اللي ما أقدر أشربه، ما أقدر أسبح به. لو مثلا نقول شاي داغه يعني شاي كلش حار. لو مثلا نقول غذا داغه يعني الأكل كلش حار، بحيث اللي أنا ما أقدر أكله. أما بالنسبة للجو إحنا ما نقدر نستخدم كلمة داغه، يعني بالنسبة للجو إحنا بس نستخدم كلمة قارم. كلمة قارم يعني حار عادي، يعني خو أكل لازم حار على مود واحد ياكل. وبعض الأوقات مثلا بالشتاء إحنا نحتاج الماي حار على مود واحد يسبح بيه. فكلمة قارم مثلا نقول آب قارمة يعني ماي حار، ماي حار عادي مو يعني كلش. لو مثلا إذا جو حار نقول هوا قارمة، هوا قارمة. أما عندنا كلمة ثالثة، كلمة جوش، اللي هواية راح تسمعون بالزيارة خاصة يقولون آب جوش. جوش يعني شنو؟ إحنا اكتبوا لي بالتعليق.